الماتشات اللي فاتت لنادي الزمالك كانت حصل هجوم من الجماهير على جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وهتافات ضد جون ادوارد. الحقيقه سالت جوه اداره الكوره في نادي الزمالك، طب رد الفعل ايه على اللي حصل وايه السبب اللي بيحصل؟ الحقيقه كانت الرد بالنسبه لي مفاجاه. يعني توقعت بقى هيبقى فيه ردود فعل غاضبه، وطبعا جون ادوارد متضايق وزعلان، لكن اما سالت كانت الاجابه رقم واحد ان جون ادوارد شايف ان الجمهور معذور. يعني ايه؟ يعني الجمهور بيوصل له كلمه النهايه في الاخر، اللعيب ده اتباع، اللعيب ده مشي، لكن ما يعرفش كواليس واسرار القرار ده اتاخد ازاي، او انت ممكن تكون مجبر ان انت تاخد القرار ده. طب جون ادوارد هيمشي؟ لا، الراجل مكمل مع نادي الزمالك، لكنه اكد لبعض المقربين ان هو ممكن يمشي نهايه الموسم. تمام. تالت حاجه ان الراجل شايف ان انا لا، مش عايز اسيب نادي الزمالك دلوقتي بالوضع ده عشان امشي، واذا مشيت من نادي الزمالك لازم اكون حليت جزء كبير من المشاكل اللي موجوده جوه الفريق يقف على رجليه. الفريق يقف على رجليه، لكن هو رافض الرحيل دلوقتي ويسيب الزمالك بالوضعيه دي. وزي ما بقول لك، هو شايف ان الجمهور ما يعرفش كتير جدا من الكواليس والاسرار الخاصه ببعض القرارات، وان هو في الوقت المناسب هيطلع ويتكلم ويكشف مفاجآت زي ما اتقال لي هتكون كبيرة جدا.